بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير وبأتم الصحة والعافية. اليوم راح نحضر معاكم سينامون رولز ولا وصفة البريوش بعجينة قطنية تجي خفيفة ريشة مع ألذ جلاساج يجي روعة. نروح نشوفوا المقادير. باش نحضروا هاد الوصفة نحتاجوا 4 كيسان فرينة، كأس حليب دافئ، 3 مغارف زيت، ملعقة كبيرة مارغرين، حبة بيض، ملعقة كبيرة فانيليا، قرصة ملح، 2 معالق سكر، وملعقة كبيرة خميرة الخبز. نجيب غيسيبيون نحط فيه الحليب والخميرة والسكر، نخليهم حتى يختمروا. نزيدو نديرو البيض والزيت والفانيليا والقرصة نتاع الملح، ونخلط مليح المكونات هكذا. ومن بعد باش نجيب الفرينة تاعي، نبدا ندير 2 كيسان ونخلط مليح حتى تولي العجينة تاعنا ملساء هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد نجيب الكأس الثالث نخلط ونشوف. نجيب الكأس الرابع نحط فيه شوية برك، نزيد نحط غير شوية هكذا كما راكم تشوفوا. نطم العجينة تاعي كامل. هاي ديك العجينة تاعي جاهزة. درت 3 كيسان وربع. نجيب العجينة تاعي فوق البلون دو طرافاي، نعجنها شوية حتى تولي لي ملساء. ومن بعد نحلها شوية ونجيب ملعقة كبيرة تاع مارغرين، نديرها لها كامل من فوق. ومن بعد نجمع العجينة تاعي ونجي ندلكها كذا كما راكم تشوفوا. اذا شفتوا المارغرين تاعنا خرجت ولات العجينة تاعنا جارية شوية، ما تتقلقوش، غير نعجنوها شوية مليح تستم روحها وتتماسك وترجع كما كانت. هاي ديك العجينة تاعنا طمت روحها. بعد ما نعجن مليح العجينة تاعي نديرها في غيسيبيون بعد ما نرشو بالفرينة، ونخليها تخمر حوالي نصف ساعة إلى 40 دقيقة. باش نحشي العجينة تاعي نحتاج شوكولاتة للطلي و2 ملاعق زبدة بدرجة حرارة المطبخ. بعد ما ارتاحت العجينة تاعي وخمرت كما راكم تشوفوا، ندير لها شوية فرينة باش ما تلصقش في يدي ونديكازيها شوية. ومن بعد نجيبها فوق البلون دو طرافاي بعد ما نكون رشيته. نحل العجينة تاعي غير بشوية على شكل مستطيل، ونجيب الحلال ونبدا نحل فيها هكذا كما راكم تشوفوا. بعد ما حليت العجينة تاعي على شكل مستطيل، نجيب 2 مغارف تاع الزبدة ونبدا نطلي كامل العجينة تاعي. نزيد نجيب شوكولاتة للطلي نطليها كامل من الفوق. والحشو اختياري، تقدروا تحشوها بأي حشو تحبوه نتوما. بعد ما حشيت العجينة تاعي نبدأ نرولي فيها هكذا كما راكم تشوفوا. انا راني نرولي بيد واحدة ونصور بيد الاخرى هكذا. نكمل نروليها كامل ومن بعد نجي نقطعها معكم هكذا كما راكم تشوفوا. نغلق كامل العجينة تاعي باش ما يخرجليش الحشو. نجيب خيط ونبدأ نقطع العجينة تاعي
على هذا الشكل. بعد ما قطعت كامل سينامون الرز تاعي، نهبطها هكذا بيدي كما راكم تشوفوا. نجيب مول يدخل الفرن ندهنه وندير فيه البغيوش تاعي ونخليه حتى يتضاعف الحجم تاعو، ومن بعد ندخله للفرن يكون مسخن من قبل. نجي نحضر معكم الكلاصاج. عندي كأس ونصف سكر ناعم، علبة جبن طازج فيها حوالي 3 مغارف كبار ماشي معمرين مليح، نزيد معاهم 2 مغارف زبدة هكذا كما راكم تشوفوا، نزيد معاهم ملعقة كبيرة فانيليا، ونجيب الفوي ونخلط كامل المكونات مع بعض. نجيب 4 كاس حليب نضيفه ونخلط مليح الكلاصاج تاعي حتى يجهز. الكلاصاج تاعي هكذا يكون واجد، القوام تاعو كريمي. هاوليك سينامون الرز تاعي بعد ما خرجته من الفرن، جا ما شاء الله محمر من فوق. نجيب الكلاصاج تاعي ونبدا نديره من الفوق هكذا كما راكم تشوفوا، وانا كنت ذوبت شويه تاع شوكولا باش نزينه من الفوق. وصفه سهله والعجينه تاعها تجي قطنيه وخفيفه ريشه. هنا نكونوا كملنا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتدعموني. نلتقي مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.